خناقة وفضيحة جوه أكبر مدرسة دولية في الجمهورية. السبب فيها ولاد أشهر اتنين في مصر. ابن محمد رمضان اتخانق مع ابن أحمد عز، ورمضان كان فاكر ابنه ضرب ابن أي حد وما كانش يعرف اللي فيها. رمضان ركب عربيته أول ما جاله تليفون إن ابنه بيتخانق، وما كانش رايح يكمل الخناقة ويخلي ابنه يضرب العيال زي ما بيعمل دايما، لكنه اتصدم قوي لما عرف ان اللي انضرب ده يبقى ابن زينة واحمد عز. مش بس كده، احمد عز بنفسه وصل المدرسة عشان يشوف ايه اللي حصل، والصدمة اللي كان فيها لما شاف كدمات على وش ابنه. وقتها عز قال له: مين اللي عمل فيك كده؟ وازاي تسيبه يعمل فيك كده؟ علشان ايه؟ هو واهله مش عارفوا يتربوا اصلا. المفاجأة بقى ان رمضان هو اللي وقف قصاد عز وقال له: جاي تضرب عيل صغير يا عز؟ طب ابنك واحنا عارفين انه هفق ومعرفش يتربى بين ابوه وامه، وابني ضربه. ايه المفروض بقى؟ تروح تشوف اهله عشان تتكلم معاهم، مش تيجي انت وانت فارد دراعاتك وعايز تمد ايدك على عيل صغير. المدرسة كلها اتلمت على الصوت العالي، ورمضان بجرأة شديدة قال لعز: ابني عندك اهو قدامك، لو جدع مد ايدك عليه، او حتى خلي ابنك يضربه. وقبل رمضان ما يكمل الجملة، عز ضرب ابن محمد رمضان وقال له: انا مش بس هضرب الواد الصغير، انا كمان هضرب ابوه واللي يتشدد له عشان معرفش يربيه. والخناقة دارت ما بين الاتنين ومسكوا في بعض في مشهد اللي رايح واللي جاي كان فاكره فيلم او مسلسل جديد، لكنها خناقة حقيقية، والاتنين كانوا هياكلوا بعض. لكن عز بالفعل ضرب محمد رمضان بالنص وقال لابنه انه يضرب ابن محمد رمضان وياخد حقه بايده. رمضان كان معاه بادي جارد، واول ما فكر يتدخل عز قال له: لو جيت جنبي هسجنك ومحدش هيقدر يخرجك، ابعد انت بدل ما اذيك. الشرطة وصلت والفنانين الاتنين هدومهم كانت شبه متقطعة، واول ما الحكومة جت رمضان قال: دي خناقة بسيطة بين اتنين صحاب، مفيش اي حاجة، انا وعز اخوات وحبايب وهنروح سوا ونتصالح بمعرفتنا، ملهاش لازمة بقى الإقسام ولا المحاضر والكلام ده. رمضان عشان يقدر ياخد حقه بدراعه، وزي ما عز عمل فيه عايز هو كمان يعمل فيه نفس الضرب ده. وعز خد ابنه وركب العربية وطار على بيته. زينة فضلت تزعق للولا وتقول له: ايه اللي لمك على العيال دي؟ خليت ابني بقى فرفورة هوت وما بقاش قادر يحافظ ولا يدافع على نفسه. شفت اللي حصل؟ ابني بقى يتضرب ووشه بيورم بالشكل ده، وانت نايم على ودانك ومش عارف ايه اللي بيحصل. زينة اول ما شافت ابنها فضلت تصرخ وتسأله: مين اللي عمل كده فيك؟ عزه قال لها: خليه يحكي لك بقى على اللي عمل فيه كده. وطبعا لقى رمضان في وشه وقال له: انا كنت عارف ان هلاقيك هنا، رايح فين يا عز؟ فاكرها خلصت. وقامت خناقة للمرة التانية في بيت زينة، ورمضان في المرة دي بصراحة ضرب شديد جدا. ورمضان فعلا في الاخر هو وعز عملوا خناقة بصراحة الناس كلها اتفرجت عليهم وما كانش ليها لازمة توصل لكده.